الزقايا الباردة أمجدي ينهبي ورق الشجر. احنا عايزين نفتح معاك نافذة من الأمل والتفاؤل أستاذنا الكبير، وأنت الليلة كبيرنا بالخبرة وكبيرنا بما أعطيت السودان رغم المنفى. ولما نتكلم على الأستاذ فضيل الجماع، نحن الليلة في جلسة لطيفة ومنمقة بالأدب والشعر والقيم الإنسانية النبيلة، وهو أحد رموز الأدب والثقافة السودانية، ومنتوجه الأدبي يشكل مفهوم حياتي وإنساني بكل معنى الكلمة، يصور وينتقد الأوضاع في مجتمعاتنا عبر مسيرة ناصعة في الأدب النضالي. مطر هطال برق صب حليب الضوء وما جاء من منتصف الليل، ما عدت أرى إلا الخنجر إيقاعا أشهى في عصر الظهر، وبسطت لأطفال بلادي رمل القلب الناعم شارة حب يلهون عليه وينتشرون زهورا فوق الحق، يلهون عليه وينتشرون زهورا فوق الحق. أيامها أعمدة وصوارم دلحاء يا زمن الروح، أشجار يابسة من غير جذور تحفر فوق جماجمها ألوان الذل، وتفر إذا غنينا ملء حناجرنا وشدونا من القلب. إلى أمل وإلى تفاؤل وإلى إبداع، وكيف ممكن يكون داعي للسلام في وقت نحن أحد ما نكون للسلام. أيوة أنا متفائل، وأذكر يعني مرة كنت كتبت مقال كده فيه حاجة زي ده، ومعظم الأشياء اللي بنشرها إطلاقا ما بدي فرصة فيها، لأنه احنا وحصل لنا كده، والكلام بتاع بعض اخواننا واخواتنا بعفويه شديده 200 نرجع لبيوتنا. ومع اتذكر مره جيت واحده قالت انا لو رجعت بيتنا اتمرمغ في الواطه دي واسوي. انا افتكر ده نوع من النوستالجيا اللي مميته للشعوب. يا اخي انت لما ترجع على وطنك ده من جديد فكر في انك تكون مختلف جدا. الزقايا الباردة أمجدي ينهبي ورق الشجر حاتي. المرأة في حياتنا يعني قبل ما أقول من المقر اللي أنا
المكان اللي أنا أو المنفى الاجتهادي اللي أنا قاعد فيه. والرحلة كانت طويلة جدا من مطار هيثرو في لندن لحد ما جيت هنا، أخذت لها يمكن 13 ساعة. فقبل ما أقوم بيوم أو 48 ساعة كده قمت الصباح الساعة 4:30 صباحا عشان أدي فريضة الصبح، فجاتني لفة كده وقعت على رجلي هذه، وكان الرجل اليمين اوريدي معمولة فيها عملية جراحية، لكن أصريت أجي لأنه الإخوة دعوني وشاركت معاهم، ومنهم يعني واحد من علمائنا موجود هسي الدكتور هشام. ويعني هشام نفسه حتى لو قاعد معاه ما تشعر بأنه هو الشيء كبير، يعني هو ذات ما بديك الإحساس ده يعني. وعشان كده قلت للأستاذة هادية قلت لها عليك أن توسع على هشام. الشعب السوداني الحرب دي حاولت تقتل فيه روحه، لكن اليوم وقبل شهر ونص لما جيت هنا وكان في محاضرة دعتنا في ندوتين، ندوة يعني دعونا فيها أخواننا في مجموعة الجالية السودانية، وندوة أخرى للأستاذة دعوني في السودانيس هاب ديفلوبمنت هاب. أنا بفتكر بإنه الندوتين ديل، وأفتكر كتبت لي مقالين عنهم، واحد عن جاليتنا في أوغندا، وناس كتار جدا كتبوا لي من حتات كثيرة قالوا المقال ده بالذات. حتى في واحد كتب لي قال لي يا فلان يا أخوي أنت والتفاؤل دي تجيبها من وين؟ فقلت له والله يا أخي حاجة بسيطة جدا، بهزر معاه ونحن بنتكلم بالتليفون من مسافة بعيدة. قلت له أنا طفل بيتولد وهو بيصرخ، لكن لو كانت أمي حية الله يرحمها كنت حقول لها أنت أنا لما اتولدت مش كنت بضحك، لأنه بفتكر إنه الحاجة الحق ما ندي فيها الأنظمة الاستبدادية، ما نديها الفرصة فيها خالص، هي مسألة الإحباط. ما ندي النظم الاستبدادية أيا كانت فرصة عشان يستغلوا الاستبداد ده ويدوروا الماكينة بتاعتهم بتاعت الإعلام القبيحة الكاذبة. جودة اللي أنا حبيتها جدا، وأفتكر الأستاذ بكر يصححني لو أنا غلطان. أنا الحقيقة عضو في الأكاديمية بتاعت كاودا، عضو تدريس يعني، لكن عمري كامل ما شفت كاودا، بس ادوني الشرف ده. وكل ما أفكر أمشي كاودا بتحصل حاجة ما بقدر أمشي، لكن متابعهم أنا على طول يعني يمكن على مدار الشهر أو السنة أنا بكون عندي مقال عن الناس هناك. فيبدو إنه العلاقة الجميلة دي خلتهم يدوني أكثر من حجمي ويعتبروني أنا عضو أكاديمية كاودا. ولما لقيت أخونا عمار عمون في أديس بسأل فيه قال لي يا أخي تسأل ليه؟ أركب تعال، لأنه كنت بقفل المكتبة بتاعت الأكاديمية وأنت عارف نفسك أنت عضو في العناية مش عضو تشريف، تجي أقعد لك شهر عشان تدرس وأمشي. فالعلاقة بكاودا علاقة حميمة، حبيتها بلد حبيتها وأنا ما شفتها يعني بشوفها بس في الميديا، يعني بلد جميلة وخضراء. وبالنسبة لي الجبال بتاعتها دي هي جبال ناطقة تتكلم، لأنها بتتحدى الغازي، الشخص الجاي ده يقتل أطفالها هي بتتحداهم. إلى أطفال الكهوف أنتم أجدر من وطن منا، مطر في الليل
رعد راجمات تحصد الأرض ونار ودخان. السماء احترقت صبت شواظا والهواء والناس سرب الطير وطحال الظلاء السمر والسبع وما دب على الأرض اختفت تنشد مأوى وملاذا ونجاة. ليس إلا القمم الشاهقة الصماء تعطي صدرها العالي لنيران الغزاة. حدثوني أن في صمتك أسرار الأساطير وقاموس لغات الإنس والجن، ومعنى أن يصب الجبل الريح وفي سفحك يرتاح الخلود. أي لغز فيك في جوف تضاريسك يسقيك معاني الصبر والصمت وآيات الصمود. حار فيك الغزو واحتار الغزاة، كلما أمطرك الطير الأبابيل جحيما سال واديك، ومن خاصرة الصخر نمى العشب وضجت في روابيك الحياة. يخرج الأطفال من رحم المغارات خفافا ينشدون اللهو تحت القور الضاحك، تنساب ترانيم الصبيات مع الليل وينفال الغناء. ينبت الزهر ولكن الغزاة ليس في شرعتهم ورد وأطفال وحب وغناء. تارة أخرى تعود الطائرات، الموت لا يمشي على الأرض ولكن مطر في الليل، رعد راجمات تحسب الأرض ونار ودخان. يهرب القاتل في لمحة عين ويعود النبض والورد. حدثوني أن في صمتك أسرار الأساطير وقاموس لغات الإنس والجن، ومعنى أن يصب الجبل الريح وفي سفحك يرتاح الخلود. فيك معنى الصمت يا كاودا وآيات السقايا الباردة أمجدي انهبي ورق الشجر حاتي أي كاتب. وناخذ مثال أديبنا الكبير أستاذنا الروائي العالمي الطيب صالح. الطيب صالح أعتقد أنجح رواياته ألدته أبعاد كبيرة جدا. صحيح موسم الهجرة إلى الشمال شغل من حيث التكنيك السردي والفنيات بتاعت الشغل بتاع الرواية الحديثة ما في 2-3 هي من أروع ما كتب يعني في الرواية في القرن العشرين ده. وده ما قلته عنه، قالته لجنة سويدية طلعت الرواية دي واحدة من أعظم الإنتاج الروائي البشري ب100 قصة في العالم. لكن أنا بفتكر إنه الأدى الطيب صالح العالمية هي المحلية بتاعته الموغلة في وصف تفاصيل الحياة البسيطة جدا والعميقة في نفس الوقت في أمبكول قريته اللي صورها في وتحامي وصورها في الشخصيات اللي فيها يبدو الهبل وشنو زي الزين اللي في النهاية طلع انه فيه شيء من التصوف. هذا الوصف البسيط جدا اللي بيتشاف للناس عالم بنشوفه نحن عادي، لانه في حياتنا في كل انحاء السودان في الشخصيات دي. فدي الطيب ما كان حيقدر يصورها
لولا انه رجع لبيئته. البيئة بتلعب دور كبير في انك انت تعمل شنو يعني. انا شايف الناس تفكرت عن الجانب انا بهرب منه دائما، الجانب الشعري ما اعرف شنو. يا ريت لو الناس بيفهموا انا بكره الشعر قدر شنو. ولكن الرواية وللناس الدايرين يشوفوا الوجه السلبي بتاعي، ما انا بكتب في العزيزة طلعوا منها كتابين روايتين اللي هي هذه الضفاف تعرفني وزغلوده في حوش الناير، كلهم في مصر بيتلقوا. وزغلول هذه الضفاف تعرفني ان شاء الله حسب ما قال لي الناشر البريطاني يفترض انها تطلع في شهر 2 النسخة الإنجليزية بتاعتها، وترجمها أخونا وصديقنا المترجم البارع رجل الأديب برضه مصطفى آدم الشعقازة، ترجمة من أروع ما يكون. أنا حبيت الترجمة دي لأني أنا التخصص بتاعي ترجمة برضه. المهم في الأمر ده أقول إنه البيئة اللي أنا اتولدت فيها وعشت فيها أعتقد إنه أنا بقيت مسكون بها. يعني لفيت العالم ده، لفيت مشيت لبلاد كثيرة يعني، لكن وعشت في بلاد الإنجليز كتر خيرهم، يعني أدوني حتة أقعد فيها أنا وأولادي لما كان ما الوطن ما قدر يشيلني وكده أو رفض يشيلني، فلقيت حتة قعدت والإنجليز أكرموني يعني كتر خيرهم. لكن يبدو إنه هروبي لأفريقيا بقى كثير يعني أنا بشعر بإنه I'm here. This is where I belong. أنا هنا بالحتة اللي بنتمي لها. يعني أولادي ممكن يكونوا بريطانيين يعني، ولأنهم نشأوا هناك يعني دي نبوهم صغار جدا، لكن أنا ما قدرت يعني، وأنا ما أفتكر الإنجليز بيأخذوني لأنه أنا ليه من هنا، لأنه القرى الوقت بقول لك لو history home وطنك التاريخي، وما أعطونا في الجواز السوداني موجود. الماء وجهك يوما وحولك الشمس وخلفك سهل عليه الرعاة يغنون للسحب الهابطة، وصمت القرى والجلاول والطير وأنت على حافة القلب تمشين لاهية بالنوار، تمدين كفا طريا إلى جبهتي فتخمد بين الأضارع نار وتنشب نار، وصلت العيون التي لم يزرني خيال سواها، تغار من الفجر إن كنت فيه قصيدة، وتضطرب الخصر الطائشات إذا الليل لاعبها واحتواها. الزقايا الباردة أمجدي نهبي ورق الشجر حاتي